بس احنا شنو نقول عندنا جنسيه. ابوي عنده 3 جناسي احنا ما يسافرون. يعني ابوي عنده 34 و47 و57. ذاعوا بالتلفزيون قال كل الاكراد الفعليه خلي يقدمون على شهاده جنسيه. احنا رحنا المنظمه اللي بالجميله قدمنا. بعد المنظمه قدمنا صار يوم 9/4/1980 اجونا الامن ساعه بالاربعه صعدونا سيارات اخذونا للامن مال القناه. الامن القناه كنا للساعه 7 العصر. بس 7 العصر قالوا لنا انتوا الشباب تعالوا على صفحه ناخذكم للبيت وامكم ممكن يقول. فاحنا من نقدر تركبون السيارات اخذونا لامن السعدون. فاحنا صعدونا رحنا حوالي كنا بذاك الوقت فد 20 شاب. اجينا ودونا للسعدون شفنا بالسعدون العالم بالالاف جوا كله كرات في ايدي. احنا الصبح يوم 9 نيسان بالبيت تريقنا اني ووالدي ووالدتي واخوي الكبير كانوا كنا 7 8 تريقنا الصبح بالبيت. وانا طلعت ويا والدي رحت لباب الشيخ للشغل. بعد البيت اخبار ما عندي بالبيت بس الى ساعه بالاربع العصر والدتي خابرت قال تعالوا سياره مال الامن جايه دير ياخذونا. فاني ووالدي جينا بتاكسي للجميله شفنا السياره واقفه. بعد ما اخذونا نطب البيت اساسا صعدونا بالسياره مال الامن يبين راح ياخذونا وما ندري شو يصير بينا. امي قالت لحقون تعالوا لحقوا للبيت راح ياخذونا ما ندري شو يصير بينا. الجهال مصعديهم واني واقفه بالباب بس تانيكم لكم. ابوي راسا اخذ تاكسي قال له بالتاكسي قال لحقني بس للجميله. ما ادري قلت له الوادي شنو قضيتنا احنا يسافرونا؟ قال ابني احنا ما ندري يسافرون بس شنو القضيه؟ اجينا للبيت بدون ما يسالون من عندنا اي سؤال اي جواب. صعدونا بالسياره مال الامن وطلعوا بينا باعوا على البيت. باع على البيت باع على اخوتي قاعدين بالسياره باع على امي ودا ترجف امي. فامي بس حاضنت الجهال جهال صغار كانوا احنا شوي كبار. فلك الجهال حاضنتهم خايفه عليهم. قلت له يوم شكوا قال ابني ما ادري تعالوا صعدوا ياخذونا ما ندري شنو صار. وهو صعده مالتنا شفنا هم ذول الامن سيارتين كانوا حوالي 6 7 منهم رشاشات مالتهم اسلحه مالتهم بيدهم. الصبح طلعت من البيت بيت بحديقه بيتنا وبابنا باب حديد مشبك. باوعت على الحديقه باوعت منها وسياره عندي سياره مالتي موجوده بالباب. سياره عندي شخصيه مالتي موجوده بالباب بس مش اخذها. باوعت على السياره ورحت يعني ما عندي فكره او فشي يعني انا راح ارجع البيت او ما ارجع ما عندي فكره. كنت رايح للشغل وبالعصر ارجع مثل ما الايام اللي عايشين بينا نعيشها. إذا ما طلعنا بالأربعة بالخمسة كان طلعنا راسنا من الأمن العام.